في قلب الشتا، في الطريق اللي الناس بتخاف تدخله، في الزاوية اللي الظلام سايبها، في حاجة بتتفرج عليك قبل ما تحس بيها. انت دلوقتي على بلاك سيجنال، القناة اللي مش بس بتحكي حكايات رعب، لكن بتفتح أبواب محدش قدر يقفلها. الشتا مش مجرد برد، الليل مش مجرد ظلام، وكل خطوة في الطريق ده بتخلي البيت يعرفك قبل ما تعرف نفسك. لو حسيت بقشعريرة، لو شعرت بالبرد جواك، اعرف انك بدأت وانت دخلت لعبة ملهاش نهاية. في قرية صغيرة على أطراف الجبل، الشتا هناك مش زي أي حتة تانية. الليل أطول والبرد قاسي، والصمت تقيل كأنه بيخنق النفس. أحمد كان راجع من شغله متأخر، الساعة عدت 12 بالليل، والتلج نازل تقيل لدرجة إن الطريق اختفى. العربية عطلت فجأة، ولا شبكة ولا نور ولا حد حواليه. شاف بيت قديم وسط العاصفة، نور خافت طالع من شباكه. قال في نفسه أدخل أتدفى بس لحد ما العاصفة تهدى. أول ما خبط الباب اتفتح لوحده، والبرد اللي جوه كان أبرد من اللي بره. البيت فاضي، لكن في صوت خطوات فوق السلم. طلع ينادي في حد هنا. الصوت وقف وبعدها سمع همس واطي قوي، أكنه صوت طفيف من بعيد قوي بيقول الشتا بياخد اللي يضيع فيه. الساعة اللي في ايده وقفت، الموبايل فصل، والشباك اتغطى بتلج من جوه مش من بره. شاف صور على الحيطان، ناس واقفة في نفس المكان اللي هو واقف فيه دلوقتي، نفس الخوف في عينيهم. فجأة حس بنفس برد وراه، بارد لدرجة ان جلده وجعه. لف بسرعة مشافش حد، لكن على الارض كان في اثر اقدام تلجية بتقرب منه. الصبح طلع، العاصفة هديت، اهل القرية لقوا العربية على الطريق، بس احمد اختفى. ومن يومها اي حد يعدي من هناك في عز الشتاء يسمع صوت حد بيهمس وسط الهوا وبيقول الدور عليك. بعد اختفاء احمد، القرية حاولت تنسى الشتاء خالص، والتلج داب، والموضوع اتحط تحت مسمى حادث غامض وخلاص. بس المشكلة ان كل شتاء القصة كانت بترجع. في اول ليلة برد قوي، اهل القرية كانوا يسمعوا صوت عربية واقفة على الطريق، موتورها شغال بس مفيش حد جواها. وفي ليلة، شاب اسمه محمود قرر يتحدى الخوف. قال مفيش حاجة اسمها بيت بياكل الناس. طلع بالعربية في عز العاصفة، نفس الطريق، نفس المكان. ولما شاف البيت، النور كان مولع. دخل، الدفا كان شبه معدوم، والهوا ريحته رطوبة وحاجة قديمة من زمان. وفوق السلم شاف حد واقف، راجل ظهره ليه، لابس جاكيت متلج. محمود قال لو سمحت أنا تهت. الراجل لف ببطء، وكان أحمد وشه شاحب، عينه فاضية والبرد طالع منه. قال بصوت مكسور أنا فضلت هنا كتير أوي. محمود رجع خطوة لورا، بس الباب اختفى، الحيطان قربت والشتا بقى جوه صدره. أحمد قرب منه وقال البيت ده مش بيت، ده انتظار. الصور اللي على الحيطان اتحركت، ووشوش الناس بدأت تبص عليهم. الساعة رجعت تشتغل بس بترجع لورا. وقبل ما محمود يصرخ، البيت كله سكت. الصبح، أهل القرية لقوا عربية محمود، الموتور شغال، الباب مفتوح. جوه العربية كان في آثار تلج على الكرسي اللي جنبه، ومن ساعتها البيت بقى ينور أكتر، والطريق بقى أطول، واللي يضيع في الشتاء ما بيرجعش لوحده. القرية ما بقتش تستنى الشتاء، أول ما الحرارة تنزل القلوب كانت بتقبض لوحدها. الطريق بقى أطول من الأول، والبيت بقى أقرب. وفي ليلة عاصفة، الكهرباء قطعت عن القرية كلها. الضلمة كانت تقيلة كأنها حاجة بتتنفس. العمدة قرر يعمل اللي محدش عمله، يحرق البيت. لما 5 رجالة طلعوا معاه، مشوا في التلج لحد ما وصلوا، بس البيت ما كانش زي ما فاكرينه. أكبر، أقدم، وكأنه كبر لما أخد ناس أكتر. أول ما قربوا سمعوا همس واحد بصوت ناس كتير. لسه بدري. ولعوا النار، الخشب مسك بسرعة غريبة، بس بدل ما النار تعلى البرد زاد. التلج وقع من السما جوه البيت، الأبواب اتقفلت، والشبابيك اتحولت مرايات، وفي كل مراية كان في وش أحمد ووش محمود ووشوش ما يعرفوهاش. العمدة حاول يصرخ بس صوته طلع بخار. حد لمس كتفه، لف وشاف نفسه واقف قدامه بس متلج. قال له بصوت مكسور البيت ما بيتحرقش، البيت بيكمل. النار طفت، والليل بلع كل حاجة. الصبح القرية صحيت على شمس خفيفة، ولا كأن في عاصفة. مفيش بيت، مفيش نار، مفيش رجالة، بس الطريق اتغير، اسمه في الخريطة. وأي حد يعدي هناك في الشتاء يحس إن في حد قاعد جنبه بينفس برد. وبيجي صوت واطي قوي لسه بدري عليك بس جايلك. بعد اختفاء العمدة والرجالة،
قرية اتشالت من الخريطة رسميا، طريقها اتقفل والناس نسيت اسمها. إلا في الشتاء سنة كاملة عدت من غير مشاكل. الناس افتكرت ان كل حاجة انتهت لحد ليلة البرد فيها دخل البيوت من غير ما يفتح باب. شاب اسمه ياسين، طالب جغرافيا، كان بيدور على أماكن اختفت من الخرائط. لقى اسم غريب في أرشيف قديم، طريق الانتظار. راح المكان وما كانش في القرية، بس الطريق موجود والبيت واقف، أصغر شوية كأنه لسه بيستنى. دخل يصور، الكاميرا اشتغلت بس الشاشة كانت بتعرض ذكرياته، طفولته، أول مرة خاف، أول مرة برد، وسمع صوت مألوف بيقوله كلنا جينا كده. لف وشاف ناس كتيرة مش واقفين، موجودين ووجوههم باهتة، عيونهم مش هنا. قال واحد فيهم الشتا مش فصل، الشتا وقت. البيت ما كانش بيقتل، كان بيحبس اللحظة اللي الإنسان يضعف فيها. اللي يدخل وهو مكسور يفضل، اللي يخاف يتسجل. ياسين حاول يجري، الباب اتفتح قبل ما يطلع. شاف الكاميرا وقع على شاشتها، كان هو واقف جوه البيت. خرج الصبح، نشر الفيديو، الناس شافته، بس الغريب كل اللي شافه حس بالبرد حتى في عز الصيف. ومن ساعتها كل سنة في أول ليلة شتاء الطريق يظهر والبيت ينور، مش علشان ياخد ناس تانية، عشان يكمل اللي بدأه. ولو انت بتقرأ دلوقتي أو بتسمع حسيت بأشعريرة، اطمن، ده معناه ان البيت سجلك. من بعد الفيديو الدكاترة قالوا انها هستيريا جماعية، الانترنت قال مونتاج، والناس حاولت تنسى بس في حاجة ما اتنستش. كل اللي شاف الفيديو ابتدى يحلم نفس الحلم، طريق طويل، تلج نازل ببطء وصوت خطوات وراهم، بس عمرهم ما يلفوا. وفي اخر الحلم كان دايما نفس السؤال يتقال لهم: فاكر اول مرة بريت؟ اللي كان يفضل صاحي بعد الحلم يحس ان في ركن في الأوضة ابرد من باقي الاماكن. وفي مراية الحمام كان البخار يكتب كلمة واحدة: waiting، انتظار. الحياة اللي ما اتقالتش. ياسين ما اختفاش، بس ما بقاش هنا. في تسجيل اخير على موبايله، صوته كان واطي ومبحوح وبيقول: البيت مش مكان، البيت اختيار، وهو بيظهر بس للي مستعدين يسمعوه. قال ان البيت اتبنى سنة كان فيها الشتا مخلص، الناس ماتت من البرد بس فضلت واقفة واقفة تستنى اللي يحصل دلوقتي. البيت ما بقاش محتاج طريق ولا قرية ولا شتا، بقى محتاج ناس تبص دلوقتي. وانت لو قريت القصة دي او سمعتها للآخر وما حسيتش بحاجة، انت تمام. بس لو حسيت بأشعريرة مفاجأة او برد من غير سبب او رغبة تبص وراك، ما تعملش كده، لان اول مرة تلف مش هتشوف حد تاني مرة، هتشوف نفسك واقف في مكان لسه بيستنى. القصة ما خلصتش، هي بس سكتت. البيت ما خدش حد جديد، لانه خلاص لقى مكانه. لو حسيت بالبرد دلوقتي من غير سبب، اعرف ان ده مش الجو، ده الدور وهو بيقرب. وفي اللحظة اللي هتحس فيها انك لوحدك، افتكر الشتا عمره ما كان فصل، الشتا كان عدد.